تستمعون الآن إلى برنامج المرأة والحياة مع الأستاذة خديجة برهان. أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو سلام حول العالم أينما كنتم، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم اليوم الثلاثاء في برنامجنا الأسبوعي المرأة والحياة. معكم أنا خديجة برهان. طوال 45 دقيقة من الآن رح نتكلم بإذن الله تعالى في موضوع من المواضيع المهمة جدا في حياة المرأة. عنوان حلقة اليوم أو موضوع حلقة اليوم رح يكون عن العلاقة بين الزوجين. العلاقة بين الزوجين، احنا اخترت أنا هذا الموضوع للحديث عنه والكلام عنه استكمالا لموضوع العلاقات وأثرها في حياة المرأة، في سعادة المرأة، في تطورها، في نموها، في علمها، في إنها تكون مخلوق مؤثر في هذه الحياة وفي حياة من حولها. فهو من ضمن موضوع العلاقات الثلاثة اللي هي العلاقة مع الله، ثم العلاقة مع نفسها، الآن العلاقة مع الآخرين، واخترنا من الآخرين اللي هو الزوج أو العلاقة الزوجية. في الحقيقة يعني في هذه الأيام احنا بنشاهد شيء غريب جدا يعني في علاقة الزوجين مع بعضهم أو العلاقة بين الزوجين، إنه في مشاكل كثيرة جدا، في نسبة طلاق مرتفعة جدا، في تغيرات حقيقية أصبحت موجودة وهي لم تكن موجودة. ولو سألنا نفسنا في عهد قريب يعني ما كنا احنا نسمع مثلا عن حالات الطلاق، ولا كان شيء معروف أصلا. كلمة طلاق هي تعتبر من الكبائر، يعني إنه المرأة يعني تقولها أو تتكلم فيها أو إنه يحدث أو يقع. وفي عرف المجتمع كان هذا شيء خطر جدا، يعني معنى الطلاق مو انفصال شخصين، إنما هو هدم كيان كامل، أسرة كاملة تماما يعني، وتفتيتها. وأصبح الطلاق هو الشائع والدارج وليس الزواج. ومجرد ما بنسمع زواج احنا على طول بعدها بكم شهر نسمع طلاق، أو نسمع زواج وبعدها بفترة بسيطة جدا لسه يعني يدوب الرجل والمرأة ما سكنوا ولا حتى تعرفوا على بعض، صار في مشاكل ودخلوا ناس في الصلح ودخلوا ناس يعني في وسط هذه العلاقة لترميمها أو إصلاح ما فيها. وأصبح موضوع الطلاق موضوع سهل جدا أكثر من موضوع الزواج، والزواج صار صعب جدا. طيب إيش المشكلة؟ إيش اللي تغير؟ هل يا ترى التحديات الجديدة اللي احنا قاعدين نعيشها هي السبب؟ هل الواقع الحديث هو السبب؟ هل الوضع الاجتماعي الجديد والامتيازات أو الحياة الحديثة هذه هي السبب؟ بالرغم أنه الآن المرأة والرجل وصلوا لمواصل عظيمة جدا يعني في العلم والفهم والإدراك، أحسن من أول بكثير. يعني في السابق مثلا ما كان الإمكانات سواء المادية ولا الاقتصادية ولا العلمية ولا الاجتماعية بهذا الشكل. الآن كل شيء من أحسن ما يكون، ومع هذا نشوف أنه في تراجع، في مشاكل، في معاناة. فصار موضوع الزواج أو العلاقة بين الزوجين هي عبارة عن معاناة. طبعا ما رح نعمم، لكن هو هذا صار السائد. ولما أقول أنا السائد أنا أقول من واقع خبرتي كمستشارة أسرية وواقع المشاكل اللي أسمعها طوال الوقت، يعني مشاكل غريبة جدا، والأسباب أغرب من المشاكل نفسها المؤدية لذلك. يا ترى ليش هذا كله كان أصبح موجود الآن؟ لو نبغى نرجع للأسباب الحقيقية أو للسبب الحقيقي والجوهري في وجود هذا النوع من المشاكل أو تأثر العلاقة بين الزوجين، رح نرجع نسأل نفسنا إيش طبيعة العلاقة اللي تكونت بين الرجل والمرأة. يعني لو قلنا الزواج
في الإسلام، أو الزواج الإسلامي أو زواج الإسلام، مفهوم الإسلام كيف هو؟ الزواج في مفهوم الإسلام له طريقة معينة، له أسلوب معين، له نظام معين. طبعا أنا الآن في المقدمة هذه ما راح أخوض في ذا الموضوع، إنما راح أخوض في العلاقة بين الزوجين من منظور الإسلام. في الإسلام العلاقة بين الزوجين لها ضوابط معينة، لها نظام معين، لها طريقة وكيفية معينة لتطبيقها. العلاقات إجمالا، علاقة الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل، أو علاقة الناس مع بعضهم البعض، فيها 3 طرق أو خيارات للسير فيها. غير هدول ال3 لا يمكن يكون موجود خيار آخر، فالإنسان لازم يختار، إما يمشي في هذه الطريقة وهذه الطريقة وهذه الطريقة. الطريق الأول أن يبني علاقته كما أمر الله سبحانه وتعالى، يعني ينطلق من إيمانه بالله سبحانه وتعالى، ومن معرفة الأحكام التي أنزلها الله في هذه العلاقة كيف تسير، والضوابط تبعها، وما له وما عليه في هذه العلاقة. يعني إيش هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام إنه الضابط والعلاقة اللي تبنى بين شخصين على أساس الإسلام هي محكومة بنظام الإسلام في العلاقات. يعني يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه مثلا المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا إلى آخر الحديث. طبعا أو يجي مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم ليس بالسباب ولا الشتام ولا اللعان، المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه الضوابط معناها تعرف الشخص ما له في هذه العلاقة وما عليه. بالنسبة للرجل والمرأة معناها أن الرجل لازم يعرف ما له من حقوق وما عليه من واجبات ضمن هذا الإطار الإسلامي فقط. فإذا صارت علاقة الرجل والمرأة مع زوجها ضمن هذا الإطار، أنه تعرف إيش لها من حقوق وإيش عليها من واجبات، وتسير حياتها بهذه الكيفية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، معناها هي اختارت الخيار الإسلامي في الحياة، السير بالكيفية التي أمر الله، والعيش بالنظام الذي أوجده الله للناس في العلاقات. طيب، معناه كذا أنه حياتها حتكون حياة قائمة على أحكام الله سبحانه وتعالى. معناه كذا أنه علاقتها بزوجها هي مربوطة بما أمر الله، مو بما أمر المجتمع أو أمرت هي أو ما تحتاجه هي، إنما إيش قال الله في موضوع علاقة المرأة بزوجها، إيش لازم تقدم له، إيش الاحترام اللي لازم تقدم له، إيش التقدير اللي لازم تقدم له، إيش الفعل اللي لازم تقدمه، إيش هذه كلها مو هبات ولا هدايا ولا مثلا إنه فائض من أخلاقها الحسنة للرجل، إنما لا، هذه أشياء لازم هي تقدمها لهذا الرجل، وهي كمان لها حقوق في علاقتها مع الرجل، فلازم يؤدي لها الرجل هذه الحقوق التي لها، سواء كان من النفقة، سواء كان من السكنة، سواء كان من التعامل بالحسنى، سواء كان من القوامة عليها ومن تربيتها وتربية أبنائها وتعليمها. القائمة طويلة جدا لو جينا نتكلم في موضوع الحقوق والواجبات بين الزوجين أو ما له وما عليه. المرأة كل ما عرفت إيش اللي لها وإيش عليها من خلال فكرة الإسلام الواضحة، من خلال علاقتها بالله، من خلال علاقتها مع نفسها، وانطلقت في هذه المعرفة وهذا العلم بالصدق مع الله في فهم وإدراك هذا الشيء، معناه هي هتكون قادرة أن تعيش حياتها بمفهوم الإسلام. لما نقول هذا الكلام ممكن بعضنا يستصعب الموضوع، لكن الحقيقة هو ما هو صعب ولا هو سهل، لأنه الإرادة هي خلف كل شيء عظيم، والصدق مع الله أولا، والصدق مع النفس هو المحرك الأساسي في إحداث التغيير والعيش بالكيفية التي أمر الله، ومن ثم العيش بطريقة مريحة، بطريقة سعيدة يعني في الحياة الدنيا، مع طمأنينة، مع تحقيق النتائج من خلال هذا التطبيق العملي.
نساء السلف الصالح ورجال السلف الصالح هم ما جو وصاروا زي ما نقول يعني صحابة أو تابعين أو من الصالحين من السلف الصالح. هم ما انولدوا وهم بهذا الشكل، إنما ربوا أنفسهم على أن يعيشوا حياتهم وفق أوامر الله، وفق النظام الذي أنزله الله. لما مشوا حياتهم وعاشوا حياتهم بهذه الكيفية قدروا إنهم يوصلوا لنماذج عظيمة جدا يمكن الإنسان يقتدي بها. كانوا يتعاملوا مع بعضهم البعض وفق ما أمر الله. النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، طيب هو نبي الأمة وزوجاته هم أمهات المؤمنين، كان في بيوتهم ما يحدث داخل أي بيت من المشاكل من أي شيء، لكن ليش إحنا ما كنا نسمع أو حتى ما نقرأ إلى الآن مثلا إنه كان في نمط المشاكل العظيم اللي إحنا نعيشه، أو نسمع مثلا الطلاق؟ لأن كل حياتهم كانت تدور مع قال الله وقال رسول. طيب إذا اختصموا أو اختلفوا في أمر كان يردوا إلى الله ورسوله، إيش يقول الله في هذا الأمر؟ فإذا اختلفتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله. كانوا هذا هو المعيار تبعهم. المعيار تبعهم إن هم يراقبوا الله سبحانه وتعالى في تعاملاتهم مع بعض، فيتقوا الله في بعضهم البعض. وحتى لما يصبروا على بعضهم البعض فيما يحدث من نقص من أي شيء، هم يصبروا صبر العالم بحدود الصبر وضوابط الصبر اللي يرجى فيها أن الله يعني يصلح الأحوال. فما كانوا يتعاملوا بجهل، فكان شغلهم الشاغل في علاقة المرأة مع زوجها أنه تنال رضا الله سبحانه وتعالى. ما كانت تشغل نفسها بأي شيء آخر، تتعامل مع زوجها بالحسنى وترجو أن الله يقبل منها هذه النية في هذا الفعل. إذا قامت على خدمة زوجها طبخت ونفخت وكل شيء، كانت هي تفكر دائما أن الله مراقبها في هذا الفعل، فتجعل في العمل هذا نية لله. نية لله، مو بس نية، إنما تقوم به زي ما الله سبحانه وتعالى علمنا وأرشدنا وأمرنا نحن نتعامل به. هذا مفهوم الزواج في الإسلام. مفهوم الزواج الحالي الآن اللي هو الخيار الثاني، اللي هو الخيار الثاني طبعا مو في الزواج، إنما الخيار الثاني أساسا في العلاقات. الخيار الثاني في العلاقات هو أن الإنسان يكون ممكن مسلم مؤمن، يعني شهد أن لا إله إلا الله، بلاش نقول مؤمن مرة، طيب، لكن يسير أعماله وعلاقاته مع الناس إما بناء على هواه، فإذا عنده حسن خلق وتعاملات جيدة مع الناس أو مع الآخرين أو مع أهل بيته، إنما هو حسب هواه أو حسب مزاجه أو حسب مصلحته، ما تقتضيه مصلحته. إذا حصل مصلحته خلاص انتهت التمثيلية الحلوة هذه وظهر على حقيقته. وما يلاقي بأس يعني في هذا الشيء، لأنه مسألة مرتبطة بالحرية الشخصية. يعني أنا حريتي الشخصية، مصلحتي، هذه هي المنطلق أو الأساس اللي ينطلق فيه الإنسان في علاقته مع الآخرين. طيب هذا الرجل أو هذه المرأة لما تنطلق في هذه العلاقة من مبدأ الحرية الشخصية ومصلحتي ومزاجي وهوايا، والآن أنا أبغى هذا الشيء وما أبغى هذا الشيء، كيف معناها راح تصير علاقتهم مع بعضهم البعض؟ كيف ممكن يتعاملوا مع بعضهم البعض؟ المرأة كيف راح تتعامل مع زوجها؟ راح تتعامل معه من منطلق الهوى والمزاج. والله أنا أحب زوجي، معناها راح أتعامل معه بمنطلق هذه المحبة، راح أنطلق من محبتي له فقط. يعني راح أقدم له اللي حقدمه تحت غطاء المحبة. خلاص المحبة هذه ما هي هوى الآن. طيب إذا زعلت منه إيش راح يصير؟ معناها راح تغير تماما طريقة تعاملها مع هذا الرجل، وتبدأ تفكر بكيفية تتعامل معه تتوافق مع هواها ومزاجها، أو مع الكراهية أو البغض أو المشاعر السيئة اللي تكونت عندها. وهذا مشاهد يعني في واقع النساء، إنه إذا رضيت تخلي حياتها ما شاء الله يعني زي الفل، وإذا زعلت المرأة أو غضبت من زوجها تحول البيت إلى ساحة معركة. ولما تقول يا فلانة ليش كذا وليش كذا،
أصلا أنا ما أحبه، أصلا هو سوى فيا، أصلا هو فعل، أصلا هذا شيء. أو من منطلق المصلحة، والله هي عندها مصالح مع هذا الرجل، أو عندها مصلحة مع أهله، أو عندها مصلحة مع المجتمع، يعني إنه الناس ما يقولوا عليها، فبرضه حتتعامل مع نفسها في داخل هذه العلاقة الزوجية أو مع زوجها عشان الناس، عشان ما يقولوا، عشان كذا. طب الله سبحانه وتعالى فين في الموضوع هذا كله؟ خلاص إيش نسوي؟ الحياة هي كذا والدنيا كذا والناس كلهم عايشين بهذا الشكل. فهذا الخيار الثاني. طيب إيش ناتج هذا الخيار؟ هل ممكن المرأة تشعر بالسعادة والرضا والراحة في ظل هذه العلاقة المتقلبة اللي الرجل كمان ممكن يعيش فيها مع المرأة حسب هواه ومزاجه وتقلبه معها في مشاعره؟ هل ممكن تنجح هذه العلاقة؟ هل ممكن يكون فيها هدوء وطمأنينة وسعادة؟ هل بالفعل البيت رح يكون سكن وسكينة لهذا الرجل وهذه المرأة، ولا رح يكون أمر مختلف تماما؟ رح نكمل كلامنا، رح نطلع فاصل الآن، لا تروحوا بعيد، ورح نرجع لكم ونكمل الموضوع. فاصل ونواصل. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة، وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. تستمعون الآن إلى برنامج المرأة والحياة مع الأستاذة خديجة برهان. رجعنا لكم مرة ثانية ونكمل من حيث توقفنا. احنا وقفنا في الخيار الثاني اللي هو العيش أو العلاقة الزوجية بين الزوجين قائمة على الهوى والمصالح والمجتمع ونظام المجتمع، بعيدا عن نظام الإسلام في العلاقة بين الزوجين. طبعا أرجع أأكد وأذكر أنه احنا اخترنا الزوجين في العلاقة مع الآخرين، لكن هذا الكلام ينطبق على العلاقة مع الناس أو العلاقة بالآخرين. علاقتنا بالآخرين هي مع هذه الخيارات تمشي. طيب الآن إذا كان الزوج أو الزوجة اختاروا هذا الخيار اللي هو العيش بحريتهم الشخصية أو حسب أهوائهم أو حسب مزاجهم أو حسب المجتمع والأعراف، وبهذا الشكل راح يكون طبيعة حياتهم كلها قائمة على هذه التقلبات، ما في أي ضابط، ما في أي نظام، كل واحد حسب هواه يتعامل مع الآخر، كل واحد حسب هواه ومزاجه والعادات والتقاليد يقدم الحقوق والواجبات. هذا طبعا ما في شيء اسمه الآن حقوق وواجبات، إنما حيسموها أي شيء، يعني تفضل من الرجل بالمرأة. يعني إذا الرجل أحسن للمرأة وكان كريم معها، معنى هذا فضل منه، والمرأة راح تتعامل أساسا بهذه النفسية أنه هو متفضل عليها، ما راح تشوف أنه هذا حقه.
لأنه هنا غاب أساسا فهمهم وإدراكهم لحقيقة هذه العلاقة كيف لازم تكون. الخيار الثالث اللي هو الخيار اللي مع الأسف الشديد إن احنا أغلبنا يعيشوا فيه، اللي هو خيار مزدوج أو خيار مختلط. خيار يعني نعيش في بعض الجوانب بنظام الإسلام أو بأحكام الإسلام، وبعض الجوانب أو أغلب الجوانب نعيش بعيدا عن هذه الأحكام، إنما حسب الواقع، حسب المجتمع، حسب العرف، حسب العادات والتقاليد. بمعنى أنه الزوجين يدخلوا في الزواج على سنة الله ورسوله، يتزوجوا على سنة الله ورسوله، لكن حياتهم كلها، علاقتهم كلها، نظام حياتهم يكون قائم على غير سنة الله ورسوله. يعني قائم على ثقافة الرجل، ثقافة المرأة، ثقافة المجتمع، ثقافة العادات والتقاليد، ثقافة النظام الموجود، حسب الموجود، لكن ما له علاقة بالإسلام. طيب الخيار الثاني والخيار الثالث هذولا فين ياخذونا في علاقة بين الزوجين؟ ياخذونا إلى زاوية المشاكل التي يعني نكاد نقول إن هي أصلا هي مشاكل تافهة، لكنها عظيمة جدا، لأنه الأساس اللي انطلقت منه هو أساس غير صحيح. يعني المرأة مثلا لا تؤدي حقوقها أو واجباتها تجاه الزوج كما ينبغي، إنما زي ما قلنا على حسب مزاجها وعلى حسب هواها، وتطالب بحقوقها، تطالب بحقوقها وهي ما أدت اللي عليها. ولما تطالب بحقوقها كمان مو حقوقها اللي أقرها لها الشرع أو الإسلام، إنما حقوق جاءت من أفكار غربية، من ثقافة غربية، من خيالات، من مسلسلات، من سوشيال ميديا، من هذه الأشياء، لكن ما هي حقوق ولا أي شيء. ونفس الشيء الرجل لما يبدأ يطالب بحقوق، وأنا لي حقوق، أنا لي ولي ولي، طيب تعال إيش حقوقك، يلا قل لنا. ما يعرف ولا شيء، مع الأسف الشديد ما يعرف ولا شيء. وكل الحقوق اللي يطالب فيها هو من خياله فقط، ينظر لنفسه أنه هو في منزلة عالية والمرأة في منزلة أقل، والمرأة تنظر لنفسها أنها في منزلة عالية والرجل أقل منها، كأنه هو لازم يخدمها أو يكون تحت أمرها. فيتصادم الرجل والمرأة، ما في ضابط، ما في نظام للحياة، ما هو معروف دور هذا الرجل إيش هو في هذا الزواج، ولا المرأة تعرف دورها إيش هو، ولا تعرف إيش لها وإيش عليها، ولا الرجل يعرف إيش عليه وإيش له. ولما ينجبوا أبناء كمان ما يعرفوا يربوهم تربية صحيحة، إنما تربية خليط من كل شيء، خليط من كل شيء، من أفكار غربية، من أفكار إسلامية، من أهواء، من مزاج، من مجتمع، من كل شيء. فيجينا ناس عندهم يعني أقل ما نقول فيهم نوع زي انفصام في الشخصية. تيجي المرأة تشتكي من زوجها، ترجعيها للحل، إنه أنت تبغي الحل الآن حسب هواكي، أنا أبغى الحل بهذا الشكل. طب هذا حل حسب هواكي، مو حسب أمر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول في هذه المشكلة حلها هو كذا، لا ما يناسبني هذا الحل. طب ليش ما يناسبك؟ لأنه ما يوافق هواها. يجي الرجل مثلا يشكي مثلا زوجته أو مشكلة في علاقتهم الزوجية أو في حياتهم الزوجية، طيب تعال إيش لك وإيش عليك، لازم تعرف. لا ما أبغى، أنا بس أبغى الحل. طيب الحل، تعطي الحل مثلا المناسب يوافق الإسلام، ما يقبل الرجل لأنه يخالف هواه. ذلك الآن العلاقة بين الزوجين أصبحت علاقة شائكة، يعني ما هو معروف أولها من آخرها، وكثير منها ماشي حسب المزاج والهوى. المرأة الآن تعلمت، والتعليم مع الأسف تعليم أكاديمي، تعرف تقرأ وتكتب أحسن من أول، وأكاديميا أحسن من أول، وتتكلم أحسن من أول. بالرغم هذا هي أكثر وحدة تعاني في هذا الزواج، والسبب أن هي أساسا ما هي عارفة الضابط الشرعي أو ضابط الإسلام في علاقتها في الحياة الزوجية. العلاقة القائمة بهذا الرجل إيش هي؟ قائمة على إيش؟ قائمة على أي ضوابط؟ على أي أساس؟ ولما يجوا الأبناء على أي أساس لازم يتربوا؟ على أفكار الإسلام ولا على أفكار غير الإسلام، ولا على أفكار خليط من هذا وهذا، وأفكار نساير فيها المجتمع. هذه المسايرة للمجتمع ومسايرة للهوى ومسايرة للمزاج ومسايرة للمصالح الشخصية أفرزت
عندنا مشاكل معقدة جدا بين الزوجين يصعب حلها. لذلك كان أسرع شيء للموضوع هذا هو الطلاق، فصار في تهاون في موضوع الطلاق، وصلنا نسمع عن الطلاق أكثر ما نسمع عن الزواج. وإذا صار زواج يصير الزواج في ظاهره فقط، اللي هو يبدأ على سنة الله ورسوله، لكن بعد كده كل موضوع الزواج ما يمشي مع لا سنة الله ولا مع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا راح أكد وأذكر هذا الموضوع ما هو فقط بين الزوجين، في أي علاقة مع الآخرين لازم نختار، إما تكون علاقتنا كلها تمشي مع الإيمان بالله والإيمان بالأحكام الشرعية والكيفية لتطبيق هذه الأحكام. معناه هذا يتطلب مننا أن احنا نرجع نتعلم كل شيء يخص حياتنا. مثلا الآن في موضوع الزوجين، المرأة لازم تراجع نفسها وتدرس هذا الموضوع بعمق. الإسلام كيف يصير الزواج في الإسلام، على أي الضوابط، إيش هي الأحكام المتعلقة بالزوجين، إيش هي الحقوق والواجبات المترتبة على الرجل يعني تجاه المرأة، والمرأة تجاه الرجل، وكلاهما تجاه هذا البيت. لأنه مهمة الرجل والمرأة في الزواج ما هي مهمة علاقة اثنين وخلاص تنتهي القصة، لا، إنما هو كيان كامل، أسرة كاملة. لما هذه الأسرة تنشأ بطريقة صحيحة ويتم الحياة فيها والعلاقات فيما بينها بنظام معين ضمن نظام الإسلام، معناها هم راح ينشئوا أبناء ويربوهم على هذا الشيء. معناها راح يكون عندنا أسرة قوية، أسرة مباركة. هذه الأسرة اللي يقال فيها تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم، لأنه وجود أسرة بكيان إسلامي صحيح بضوابط وتعيش بضوابط الإسلام بالكيفية التي أمر الله، معناها هذه الأسرة تأثيرها لن يكون عليها فقط، إنما راح يكون تأثيرها على الآخرين، على من حولها، لأن الأسرة هذه هي النواة. لكن هذه النواة هي أساسا جاية من عائلات قبل، يعني هي راح تكون مرتبطة بالأجداد، بالعمات، بالأعمام، بالأخوال، بالخالات، بأبنائهم، بالأرحام، يعني في شبكة كبيرة جدا راح تكون مؤثر عليها. فهل نحن مستعدين الآن نبدأ رحلة ان احنا نتعلم كيف نقدر نحول بيوتنا وحياتنا مع أزواجنا وحياتنا مع الآخرين عن طريق اللي هو فهمنا لنظام الإسلام في العلاقات، كيف هو، على أي أساس يقوم، ما هي الضوابط الشرعية في هذا الموضوع؟ هل نحن مستعدين نبدء هذه الرحلة وإصلاح كل ما أفسدته أو ما أفسده الجهل بهذه الجوانب ولا لا؟ هذا الصدق في الإجابة على هذا السؤال هو أول خطوة للسير نحو بناء أسرة صحيحة، أسرة مسلمة قوية. النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا، يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم. المكاثرة مش معناها اللي هو زيادة الأعداد، إنما معناها أنه إنتاج جيل فيفهم الإسلام بطريقة صحيحة، يربي نفسه بطريقة صحيحة، يربي الآخرين، يكون أسرة على مبدأ الإسلام. فهذا هو المهم، أنه نكون نحن لحمة قوية جدا أو أسرة قوية جدا، أسرة صحيحة وصحية في واقع مليء بالتحديات والمشاكل. وهذا ما يتأتى إلا باتباع نظام الإسلام في العلاقات مع الآخرين، وفي العلاقات بين الزوجين، وفي العلاقات مع الأرحام، وفي العلاقات مع أي أحد نتعامل معه فيه. في النهاية النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فهل يعقل أن احنا نكون مؤمنين أو مسلمين وكل شيء في حياتنا يمشي على حسب هوانا إحنا وليس على حسب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يعقل هذا الشيء. يعني إيش نرجو نحن إذا كنا نمشي في حياتنا نحن الزوجية مخالفين لأمر الله سبحانه وتعالى في كل الجوانب، وننتظر أنه يعني يصلح لنا أزواجنا وذرياتنا؟ طيب ما أول شيء نحن لازم أول شيء نصلح نفسنا ونتعلم عشان نعرف نساعد أزواجنا وأبنائنا أنهم يصلحوا. لكن إذا كنا نحن ما احنا عارفين أساسا حدودنا ولا عندنا علم، ولا احنا عارفين نصلح أنفسنا، ولا احنا ناخذ بأنفسنا في الطريق الذي أراده الله،
وتطبيق الأحكام المتعلقة بالعلاقة مع الآخرين ومع الزوجين مع الأبناء مع أي أحد. ما احنا عارفين ولا نعرف كيف نطالب الآخرين إن هم يعني يكونوا يؤدوا لنا هذه الأشياء. فالإنسان أول شيء يبدأ هو بنفسه، والبداية تكون دائما هي بالتعلم فقط، بالعلم. إذا ما علمت المرأة أي شيء في هذا الجانب وجهلت ومشيت على إن وجدنا آباءنا على أمة، ومشيت على ما مشي عليه الناس والواقع الحالي والمجتمع والوضع الجديد هو كذا وبهذا الشكل، معناه خلاص إذا ما تشتكي من شيء وتلتزم حياتها زي ما هي وما تنتظر أساسا أنه تحصل على نتيجة مختلفة. لكن لو بدأت تتعلم وتفهم وزي ما يقولوا تتنور، معناها هي راح تبدأ بنفسها وراح تلمس أثر هذا العلم وهذا التطبيق الشرعي داخل بيتها مع زوجها في علاقتها معه. ولما تبدأ هي لا تنتظر أن زوجها على طول راح يكون عنده ردة فعل إيجابية تجاهها على طول، لا، ما راح يكون كده. التغيير ما يبدأ كده. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لما هي تبدأ تتغير وتفهم إيش لها وإيش عليها، فبالتالي كل شيء راح تقدمه من حقوق لزوجها وتؤدي ما عليها من واجبات منطلقة إنه هي تبغى بهذا الشيء وجه الله أو ترجو رضا الله سبحانه وتعالى وتطبيق أمره في علاقتها بزوجها، الله سبحانه وتعالى راح يهدي ويصلح زوجها، لأنه راح يشوف الأثر الحقيقي للمرأة المسلمة أمامه الآن. فهل لما يشوف نموذج المرأة المسلمة، الزوجة المسلمة اللي دائما يقرأ عنها إذا كان يقرأ يعني، هل لما يشوفه الآن أمامه هل راح يتعامل معاه وفقا لهواه ومزاجه؟ على الإطلاق لا يمكن. بالعكس يعني لازم يكون ردة فعله إنه هو كمان راح يبدأ يتعلم إيش له حقوق وإيش عليه من واجبات، فتلقائيا هيكونوا اثنينهم يبدأوا يدخلوا في مسار الحياة الإسلامية الصحيحة لبناء أسرة مسلمة قوية. فهذا الشيء من أهم الأشياء التي يقوم بها الزوج والزوجة. وهذا موضوع الزواج أو العلاقة بين الزوجين هو شيء يعني استثمار أو مشروع مدى الحياة. يعني ما في مجال أن الواحد يستسلم. يعني مو صحيح أبدا المرأة ولا الرجل يستسلموا ويقرروا الطلاق. الموضوع يبغاله أنه أنتوا تفهموا أنتوا شخصين مسلمين، معناها لازم حياتكم تمشي بنظام الإسلام، ما تمشي بنظام الغرب ولا بنظام العادات والتقاليد المخالفة للإسلام ولا بنظام الهوى والمزاج. ما ينفع ما تقدر تطلب شيء وعينك على شيء. لازم تقدم الشيء اللي انت يلزم للهدف اللي انت تبغى توصل له. والله تبغى توصل لبناء أسرة صحيحة، أسرة مسلمة، أسرة قوية متماسكة، معناها لازم تعرف إيش النظام اللي يتبع هذا الشيء. والله ما همك تبغى بس أسرة مودرن، أولادي يتكلموا 3 4 5 لغات وزوجتي فري، ولا المرأة مثلا تبغى تمارس حياتها وحريتها في الزواج مثلا، ما تبغى زوجها يسألها فين رايحة فين جاية إيش سويتي وإيش ما سويتي، وعادي يعني إنهم زي الأصدقاء المنفتحين على بعض، معناها لا يسألوا عن أي شيء آخر، لا يشتكوا من شيء، لأنه أساسا نظام حياتهم الآن هم أخذوه من الغرب مثلا، أو من أهوائهم أو من مصالحهم أو من مزاجهم. فالنتيجة معروفة. لا يمكن الإنسان يمشي في طريق غلط وينتظر أنه الناتج يكون ممتاز. هذا الشيء لا يصح أبدا. عشان كذا كنا إلى وقت قريب إحنا ما بنسمع عن الطلاق ولا بنسمع عن هذا النوع من المشاكل، ولا الدنيا كانت مفتوحة على هذا إن إحنا نسمع مشاكل معقدة. يعني الواحد يقول كيف جات هذه المشاكل في ظل الراحة اللي إحنا عايشين فيها، في ظل الانفتاح اللي إحنا عايشين فيه. إنما جاء هذا كله لما ابتعدت المرأة عن الإسلام، وابتعدت عن فهم الإسلام في موضوع الزواج، وابتعد الرجل أيضا في فهم كيف يكون أو كيف يتم يعني بناء أسرة صحيحة بضوابط الإسلام وبنظام الإسلام. فالرحلة من أولها لما تجاهلوها كلاهما وما عرفوا كيف تتم، واتبعوا فيها أهواءهم والمجتمع والناس والعادات والتقاليد والمصلحة، صار عندنا الناتج مشاكل معقدة جدا. من عقدة المشاكل إنه الحل الوحيد اللي يقرروه الزوجين دائما هو الطلاق، طلاق ثم طلاق ثم طلاق. وهذه الأشياء متكررة جدا. والله يعني في مرة من المرات يعني سمعت أنا شخص يعني ممن أثق به
يعني إنه طلق أكثر مرة. أنا حتى احترت ليش الطلاق ده كله يعني في فترات متقاربة؟ ليش؟ إيش المشكلة؟ ليش صار في تهاون في موضوع الطلاق؟ في مشكلة حقيقية. وكل ما صار طلاق يتذرع الزوجان إنه يعني أبغض الحلال صح، لكن لو ما كان حل وأباحه الإسلام ما كان ممكن تطبيقه. هذا آخر الحلول موضوع الطلاق. وما كنا نسمع أساسا في السلف الصالح وفي نساء الصالحين وفي الرعيل الأول وإلى وقت قريب إنه كان في طلاق. هذا كان آخر شيء يصير، لأنه الناس كانت عايشة بفكرة الإسلام وبناء الإسلام. كل واحد عارف دوره، المرأة عارفة دورها والرجل عارف دوره. فغالبا يعني الطلاق كان يقع بنسبة قليلة جدا إنه يكون فقط في صعوبة في التفاهم، يعني أخلاق أحدهما صعبة شوية، لكن ما كان في مثلا نوعية مشاكل زي ما احنا نسمع الآن. فهذا الشيء مهم جدا. إذن لما نرجع في علاقة الرجل والمرأة، إيش العوائق اللي تؤدي عدم تصحيح هذا الوضع؟ هل ممكن أول شيء تصحيح هذا الوضع الآن الحالي اللي موجود في العلاقة بين الزوجين؟ المشاكل الكثيرة، إنهم مو قادرين يتفاهموا، البيت ماله نظام. لما نقول بيت ماله نظام مو قصدنا احنا تنظيف ولا طبيخ ولا لا، إنه علاقة الرجل المرأة والمرأة بزوجها أو بالرجل زوجها ما صارت علاقة سوية، صارت علاقة معقدة وكلها قائمة على المشاكل والتشنج والتوتر. طب إيش العوائق اللي ممكن تكون عائق أمام تصحيح هذا الوضع؟ أول عائق هو أنه المرأة أو الرجل ما يكونوا صادقين مع بعضهم البعض في فهم السبب الحقيقي للمشاكل اللي بينهم، أو عدم فهمهم ومعرفتهم كيف أو ما هي منظومة الإسلام أو نظام الإسلام القائم في علاقتهم داخل البيت مع بعضهم البعض، أو علاقتهم بصفتهم زوجين. طيب، إذن الصدق في هذا الجانب مهم. هو العلم، الجهل في هذا الأمور، الجهل بهذه الأمور من أهم الأسباب المؤدية لهذا الشيء. فالرجل والمرأة لازم يرجعوا الآن يبدأوا يفهموا كيف يكون الزواج الإسلامي الصحيح، الزواج القائم على أساس الإسلام. الوقت مو متأخر على الإطلاق. المرأة إذا عندها 3-4 أطفال ولا الرجل عنده إن شاء الله 5، ما هو متأخر أبدا لفهم هذا الشيء. يفهم ويتعلم لله سبحانه وتعالى ما تبقى من حياته في هذه العلاقة الزوجية مع هذه المرأة، ما تبقى من حياته على الأقل يسير فيها بنظام الإسلام على الأقل يعني. والإسلام زي ما يقولوا إيش، يجب ما قبله. فالفعل هذا يجب يعني يجبر كل شيء، ويبدأ يعلم أولاده بنموذج حقيقي تطبيقي في حياته وممارسة نظام الإسلام في حياته داخل بيته مع زوجته، يعطيهم النموذج الصحيح. نحن لا نستصعب أنه تطبيق النظام الإسلام في علاقة الرجل والمرأة داخل البيت في علاقتهم مع بعض أنه هو موضوع صعب ولا معقد. بالعكس، هو من أسهل شيء وأكثر فائدة وأكثر راحة للرجل والمرأة. خلاص يعني الأدوار مقسمة ومعروفة. إذا كره منها الرجل شيئا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، إذا كره منها خلقا يعني ينظر للخلق الثاني اللي يعجبه منها. فشوفوا الإسلام كيف جاء يحافظ على علاقتهم مع بعض، علاقة مشاعرهم حتى مع بعض. ما قال والله كرهتها طلقها، لا، انظر لها لشيء ثاني. إذا كرهت هذا الخلق شوف لها خلق ثاني. هذا هو فكرة الإسلام. ونفس الكلام ينطبق على المرأة. كرهتي زوجك في هذا الجانب، طب ذكري له الحسنات تبعه في هذا الجانب، ركزي على الأشياء الكويسة فيه وانطلقي منها لبناء حياة إسلامية مع زوجك. فاصل وراجعين لكم نكمل هذا الموضوع المهم جدا في العلاقة بين الزوجين. لا تروحوا بعيد ومعاكم نحن.
تستمعون الآن إلى برنامج المرأة والحياة مع الأستاذة خديجة برهان. رجعنا لكم مرة ثانية ونكمل. طبعا عندنا نحن طبعا نستقبل مشاركات الجميع في هذا البرنامج وتساؤلاتهم، ويسرنا جدا أنكم تكونوا جزء من هذا البرنامج من خلال مداخلاتكم ومشاركاتكم. قلنا احنا الجهل مشكلة، طبعا الإعلام له مشكلة، لكن تأثير ليش الإعلام مؤثر؟ لما يكون المرأة والرجل ما عندهم علم. كل ما الإنسان يكون عنده علم في الجانب اللي يهمه في الحياة، بس العلم الصحيح، العلم المناسب للمرأة المسلمة وللرجل المسلم في حالتهم، في حالة الزوجين العلم المهم والمناسب جدا لوضعهم هم، أنهم يفهموا ما هو النظام المطبق في النظام الإسلامي المطبق في العلاقة بين الزوجين. كل ما كلاهما عرف هذا الشيء ما راح يكون يحتاجوا أنهم يقدموا تنازلات. أساسا ما حيكون في فكرة التنازلات. التنازلات هذه كلمة يعني معلش أنا أتحفظ عليها شوية. تنازلات تيجي من ضعف، لكن من قوة ما هي تنازلات، بالعكس. يعني ولا تنسوا الفضل بينكم، هذا هو فكرة الإسلام. فما في تنازلات. تنازلات يصير من الضعيف للقوي، بس القوي ما راح يتنازل. فكل ما المرأة والرجل صار عندهم علم بحياتهم الزوجية كيف تسير وإيش الضابط تبعها. المرأة مطلوب منها تؤدي ما لها من واجبات وتأخذ ما عليها من حقوق، تهتم ببيتها، بزوجها، بتربية أولادها. ولما نقول ببيتها ما تجلس زي ما النساء هذه الأيام يعني يسووه هداهن الله جميعا. موضوع أنه خدمة الرجل، هل هو إيش الحكم الشرعي في الموضوع؟ أنا يعني صراحة يعني مع تحفظي على الموضوع ده كله بتفصيلاته، أنا ما أعرف أساسا النساء ليش يخوضوا فيه. يعني شيء مطلوب، هذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. خدمة المرأة لزوجها واجب عليها، واجب يعني إذا قامت فيه هي تؤجر من عند الله سبحانه وتعالى. لما ما تقوم بشيء يعني ما أدري من أي باب من أبواب الجنة تبقى تدخل، بأي عمل تبقى تقابل الله سبحانه وتعالى. فهي مسؤولة عن بيتها، تنظيف بيتها، جعل البيت هذا عش هادئ للرجل عندما يأتي، تحافظ على سكينة البيت، على تربية أولادها، تحافظ على نفسها، على مال زوجها، على عرضها، وتشغل نفسها بما يفيدها. هذا العلم اللي راح يتكون عندها هي لما تيجي وسائل الإعلام تتكلم لأنه هي محصنة بهذا العلم. بالعكس هي حتجلس تنقد هذا كله وتشوف هذا الكلام كيف يمشي مع الإسلام، هل يوافقه ولا ما يوافقه. مو الإسلام يوافق هذا الكلام ولا هي حتقارن على طول، حتعرف تماما أن هذا الكلام مو صحيح. ونفس الشيء الرجل لما يقوم بما له مو تفضلا، هذا واجبه. لما يقوم على نفقة المرأة والصرف عليها وعلى أولاده وعلى أن يأمن لهم حياة كريمة ويجيب لهم رزق ولا يسقيهم ولا يعلمهم هذا ما هو فضل، ما يجلس يتمنن الرجل على المرأة فيه، هذا واجبه. لما يعرف تماما الرجل أن هذا من واجباته ويقوم فيه، فهو أول شيء مأجور عند الله سبحانه وتعالى. ثاني شيء هو تعامله مع الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. فهو منطلق في علاقته مع زوجته، والمرأة منطلقة في علاقتها بمبدأ الحقوق والواجبات. هنا ما راح يصير في تنازلات. التنازلات اللي نسميها تنازلات مجازا هي من باب الفضل، ولا تنسوا الفضل. قد يزل الرجل شوية وقد المرأة تخطئ شوية، فيذكروا لبعض حسناتهم الكثيرة التي سبقت في علاقتهم، وينظر كل واحد للخير اللي قدمه هذا والخلق الحسن ومراعاة هذه العلاقة، وأن هي أساسا كل علاقة ترضي الله. لما ينظر الرجل والمرأة لهذا الشيء ما راح يركزوا على ما يحدث من خلافات ولا يحدث من نقص ولا تقصير من أحدهما. بالعكس كل واحد لما يقصر في جانب حتلاقي الثاني يلتمس له العذر ويسد هذا النقص ويكمله، لأنه هم عارفين تماما أنه هذه الرحلة الآن اللي قاعد يخوضوها مع بعضهم أول شيء هي من الامتحانات اللي الله قاعد يعرضهم لها ويختبرهم في صحبتهم مع بعض، ويسيروا فيها بهدف واحد. إذا هدفهم واحد اللي هو رضا الله سبحانه وتعالى وبلوغ الجنة وإنشاء أسرة سليمة وقوية ومؤمنة، ويساهموا ويكون لهم سهم. يعني
هذا يعني تربية الأبناء ولا تكوين عائلة، هذا يعني من أحب الأعمال إلى الله، لأن الخير تبعه ما هو على أهله فقط، إنما ينتقل الخير من هذه العائلة للخارج إلى الآخرين. يمثلهم نموذج الأسرة المسلمة، الأسرة الصالحة، مو الأسرة الصالحة بكثرة الصيام والصلاة والشعائر التعبدية، إنما الأسرة الصالحة المنطلقة في صلاحها هذا من تطبيق نظام الإسلام داخل البيت. وزي ما قلت الوقت ليس متأخر. بعض النساء وبعض الرجال يقولوا ممكن بعد 20 30 40 سنة من الزواج دحين نبدأ خلاص احنا تعودنا على بعض. أساسا التغيير إذا كنتوا تبغوا تدخلوه في حياتكم من خلال معرفة وتعلم أحكام الإسلام فيما يخص العلاقة بين الزوجين، هذا بحد ذاته معناها أول خطوة في طريق الأجر المستمر اللي هو العلم النافع، أنه بدأت تتعلموا. وإذا قدرتوا تأثروا على نفسكم وتغيروا معتقدات معينة أو قناعات معينة تكونت من خلال العلاقة الزوجية أو العلاقة بين الزوجين اللي تكونت بناء على الأعراف والمجتمع، وأدركتوا أنها هي خطأ وتصحيحها هذا أول شيء له أجر عظيم عند الله. ثاني شيء أنتم بتقدموا نموذج حقيقي جدا أنه يمكن للإنسان تدارك الأمور وإصلاحها، وخاصة أنه يكون عندهم أبناء. فالأبناء لما يشوفوا والله الأب والأم الآن بدأوا والله خطوات جديدة في أنهم يعيشوا حياتهم وفق فكر الإسلام ونظام الإسلام، يدركوا تماما الآن أنه يستطيعوا كمان أنه هم ينشئوا بيتهم وحياتهم فيما بعد على هذا الأساس. الأبناء عادة يقلدوا يعني في زواجهم، أبنائنا ولا بناتنا لما يتزوجوا كل واحد في بيته أساسا هو نسخة مصغرة من البيت الذي جاء به. لو كل واحد يشوف بيته ونظام حياته حيكتشف انه هو جاي بيسوي نفس الشيء. مثلا المرأة بتسوي نفس الشيء اللي كانت أمها تسويه، والأم تسوي نفس الشيء اللي كانت جدتها تسويه في تعاملها مع الزوج، في إدارة البيت، في التعامل مع الآخرين، نفس الشيء كوبي بيست يعني اللي هو قص واللصق فقط. لكن الوضع هذا طبعا أفرز لنا مشاكل معقدة جدا، لأنه ما حد فاهم أنه السابقين كيف كانوا يطبقوا الشيء هذا بالتكرار، لأنه عندهم علم وعندهم معرفة وهم عارفين ليش يسووا زي كده. لكن الآن ما تقوم به النساء ولا الرجال في علاقتهم مع بعضهم البعض هو قائم مع الأسف الشديد هو على الجهل. فالعلاقة بين الزوجين كل ما كانت قائمة على ما يرضي الله وبالكيفية التي أمر الله سبحانه وتعالى، فالرحلة تبدأ وتنتهي بسعادة، ويصل كلا الزوجين إلى ما ينشدانه من إنشاء وبناء أسرة مسلمة قوية. وكل ما ابتعدوا عن طريقة الإسلام ونظام الإسلام في حياتهم مع بعضهم البعض، مع الأسف الشديد هم يقتربوا كثيرا من القلق ومن الطلاق. أتمنى أنه تكون حلقة اليوم يعني أدت الهدف اللي من أجلها كانت، يعني حبينا نحن نقدمها بسبب المشاكل الكثيرة، وخاصة كمان مع هذه الأوضاع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أزواجنا ونساءنا وأبناءنا وذرياتنا، ويعيننا على أن نكون أو ننشئ أسرة مسلمة كما يحبها الله سبحانه وتعالى. أترككم في هذه اللحظة، وأذكركم أن لقاءنا إن شاء الله تعالى راح يكون الثلاثاء القادم في نفس الموعد الساعة 4 بتوقيت إريتريا، ونلتقيكم في موضوع جديد من المواضيع التي تهم المرأة في برنامج المرأة والحياة. كنت أنا معكم خديجة برهان، وألتقيكم بحب وسلام في المرة القادمة. دمتم في رعاية الله. علقت أحلامنا نجم الثريا، هيا قم ولندرك العلي سويا. علقت أحلامنا نجم الثريا، هيا قم ولندرك العلي سويا. همة تعد ولا يعد عليها، كيف لا والمجد يا مجد إليها. همة تعد ولا يعد عليها، كيف لا والمجد يا مجد إليها. هيا بالعزم نعيد اليوم مجدا، إذا ردنا للهوى والجهل حدا. هيا بالعزم نعيد اليوم مجدا، إن أردنا للهوى والجهل حدا. إن أردنا للهوى والجهل حدا. سر بنا نحو العلا والمجد، إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. سر بنا نحو العلا والمجد، إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. علقت أحلامنا نجم الثريا، هيا قم ولندرك العلي سويا. علقت أحلامنا نجم الثريا، هيا قم ولندرك
العليا سويا. أين أنت أيها الجيل الطموح؟ أين أنت أيها البر النصوح؟ أين أنت أيها الجيل الطموح؟ أين أنت أيها البر النصوح؟ إننا جئنا بأحلام تسامى في سماء المجد والحلم.